لو انت بتعاني من مشكلة التسدي او صدرك شكل ده او الشكل ده او الشكل ده او الشكل ده، فالفيديو ده اكيد ليك. انا دكتور محمد رفعت، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، استشاري جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات الثدي التجميلية والتحفظية، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. وهنكلمكم النهاردة بالتفصيل عن التسدي، أسبابه، وإزاي نقدر نعالجه. لما بيكون عندي التسدي بيكون 4 مراحل نقدر نشوفها في الصورة اللي جاية دي، يا إما درجة أولى، درجة تانية، درجة تالتة، درجة رابعة. طيب إيه هي الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى التسدي؟ ممكن يكون في عامل وراثي. يعني إيه عامل وراثي؟ يعني يكون شكل الجسم كده، أنا اتولدت جسمي رفيع ولكن عندي تسدي، وده عادة اللي بيكون فيه الغدد اللبنية هي اللي كبيرة شوية، ما بيكونش فيه دهون كتيرة موجودة في التسدي، وده بيكون أمره سهل وبسيط. السبب التاني إن يكون عندي وزن زايد في الجسم ودهون متراكمة في منطقة التسدي، وده بيكون في الناس اللي وزنها كبير شوية، وده بيظهر معانا في المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة. طيب في أسباب تانية ممكن تؤدي للتسدي؟ طبعا. زي إيه؟ الأسباب التانية اللي ممكن تؤدي إلى التسدي خلل في الهرمونات، وأكتر هرمون ممكن يسبب التسدي هو زيادة هرمون البرولاكتين. هرمون البرولاكتين ده هرمون بيتفرز من الغدة النخامية، وهو اللي بيؤدي إلى زيادة إفراز الغدد اللبنية وتضخمها ويكون حجمها كبير شوية، وده بيؤدي إلى تسدي نتيجة زيادة هرمون البرولاكتين، ويبقى اللي موجود عندي الغدد اللبنية بس هي اللي زيادة. وعلشان نعالج التسدي اللي ليه علاقة بزيادة هرمون البرولاكتين لازم نعالج المشكلة الأساسية اللي موجودة في الغدة النخامية، سواء كان بالعلاجات أو بالاستئصال إذا لزم الأمر. طيب إزاي نقدر نعالج التسدي؟ علاج التسدي كان زمان صعب شوية، عن طريق استئصال التسدي جراحيا. بنعمل جرح كبير حوالين الحلمة ونبدأ نفرغ التسدي من الداخل، وده كان بيسبب مشاكل كتير زي التجمع الدموي أو شكل جرح مش ظريف. ولكن دلوقتي بقينا نستخدم طرق حديثة جدا علشان نقدر نعالج بيها التسدي. زي إيه مثلا؟ زي شفط الدهون باستخدام كانيولات الشفط. بنعمل فتحتين صغيرين جدا تحت الإبط، فتحات صغيرة لا تتعدي النص سنتي، وبندخل من جواها الكانيولات بتاعة الشفط ونبدأ نشفط الدهون اللي موجودة والغدد اللبنية كمان. كان زمان بنفتح فتحة تحت الحلمة صغيرة علشان ننزل منها الغدد اللبنية، ولكن دلوقتي بدلنا الطريقة دي بالطريقة الأحدث شوية، إن احنا يتم استئصال الغدة اللبنية من الفتحة الصغيرة جدا اللي موجودة تحت الإبط، وبكده بنقدر نضمن إن ما يكونش فيه عندنا أي جروح خالص موجودة في الثدي. طيب في إيه كمان ممكن يساعدنا علشان نخلي نتيجة العملية أحسن؟ استخدام جهاز الفيزر. جهاز الفيزر ده جهاز بيستخدم علشان حاجتين. الحاجة الأساسية إنه يعمل إذابة للدهون والغدة اللبنية اللي موجودة، فيكون الجرح اللي احنا بنفتحه علشان نطلع منه الغدة اللبنية والدهون أصغر بكتير من الجروح الاعتيادية. تاني حاجة إن بيكون في ليه دور مهم في شد الجلد، لأن احنا بعد ما بيتم شفط دهون التسدي والغدة اللبنية بيحصل شوية ترهل في الجلد. جهاز الفيزر نقدر بيه إن احنا نشد الترهلات اللي موجودة في الجلد ويرجع الجلد زي ما كان قبل ما يكون في تسدي، وبكده بنقدر نتخلص من التسدي نهائيا بطريقة كويسة. طب لو عندنا جلد كتير بعد ما عملنا استئصال للتسدي عن طريق الشفط وما زال في جلد كبير، وده بيأثر على الشكل طبعا بعد العملية، بيكون في عندنا حل من اتنين. يا اما الحل الاولاني ان احنا نعمل استئصال لجزء من الجلد عن طريق حاجه اسمها الدونتس او الحلقه حوالين الحلمه، وبنشيل جزء من الجلد بحيث ان احنا نعمل قص للجلد ويكون الجلد يا دوبك على القد. او لو التسدي كبير من الاول وشايفين ان هيكون في ترهل شديد ما بعد شفط الدهون، ممكن من الاول خالص نعمل استئصال للثدي بالكامل جراحيا ونعمل زرع للحلمة بعد كده بعد ما بيتم استئصال التسدي جراحيا، علشان نوصل لأحسن نتيجة ممكنة في المراحل المتقدمة جدا من التسدي، وده بيكون في المراحل الرابعة المتقدمة. بعد ما بنعمل عملية التسدي من الأسئلة المشهورة جدا اللي بتقابلنا: أنا أقدر أرجع لحياتي الطبيعية إمتى؟ تقدر ترجع لحياتك الطبيعية مباشرة بعد العملية بيوم أو يومين بالكتير وتمارس حياتك الطبيعية عادي، لأن التدخل الجراحي في حالة التسدي بياخد وقت قليل جدا، تقريبا ساعة، وهي عملية بسيطة ما بتحتاجش إلى راحة كبيرة جدا بعد العملية، وبتقدر تمارس نشاطك الطبيعي وحياتك العادية بعد يوم أو 2 بالكتير. تمارس الرياضة في الجيم وتعمل الرياضة اللي انت كنت متعود عليها بعد أسبوع.
وتعيش حياتك طبيعي جدا. الصيف داخل علينا ومحتاج تعمل فورمه جديده. نشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.